عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. مش عايزه تبقى المقدمه طويله عليكم خالص. هنتكلم النهارده عن الفيزياء، بعبع الثانويه العامه. مين احسن حد تسمعه؟ تحل منين؟ تعمل ايه في الغلطات؟ تعمل ايه لما بتعرفش تحل؟ ازاي تلم المتراكم في الفيزياء؟ كل الكلام ده هتلاقيه في الفيديو ده، وهتلاقي هنا الملخص بتاعك حرفيا. تمام. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. طول الفيديو، طولت، انا عارفه طولت صح. ماشي. الفيزياء، الفيزياء نعمل فيها ايه؟ انا مش عارفه انتظم في مذاكرتها ومراكم ومش عارفه احل والدنيا معايا زي الفل وما بفهمهاش. زي الفل ازاي؟ زي الفل. ما علينا، زي الزفت ما بفهمهاش. اول حاجه، الفيزياء طريقه مذاكرتها مبسطه جدا، وهو انك هتسمع المحاضره، هتكتب الملحوظات اللي في المحاضره، مش هتكتب لي ولا المدرس، انت هتكتب لي الملحوظه مش موجوده في الكتاب. ماشي، هتكتب لي الملحوظات ولا المدرس. تمام. بعد كده هتمسك بقى، خلاص المحاضره، كتبت ملحوظاتك، هتفتح كتابك، هتفتح الورقه او الكشكول اللي انت كتبت فيه، تبدا بقى تربط اللي في الكشكول باللي في الكتاب، تربطهم في بعض خريطه ذهنيه في كشكولك اللي انت ملخص فيه، تكون معاك الدنيا زي الفل. طيب المذاكره بقى، اذاكر ازاي؟ اول حاجه في المذاكره وهو ان انت هتقرا قراءه سريعه، قراءه سريعه ما فيهاش اي حاجه. تاني حاجه قراءه بتركيز، بعد كده قراءه بتركيز وفهم. هتقولي وانا هفضل اقرا؟ هقول لك اه، افضل اقرا، مالكش دعوه انت. اقرا مره سريعه ومره قراءه بتركيز ومره بتركيز وفهم. تمام. بعد كده الحاجات اللي زي قوانين او نظري محتاج يتحفظ، اتمنى منك انك تحفظهم وتربط المعلومات ببعض، يعني تربط النظري بالقوانين وتربط كل حاجه ببعض. ماذا بعد يا صديقي؟ خلاص كده وصلنا للنهايه، وهو انك هتحل. طيب انا عملت كل اللي انت قلتي عليه وما بعرفش احل، واقول لك على حاجه كمان، مراكم ولسه ما بداتش فيزياء اصلا. اول حاجه كده، عشان تلم المتراكم في الفيزياء، وهو انت هتكتب ورقه فيها الجنب ده المتراكم، الجنب التاني الجديد، وهتاخد جزء من الجديد مع جزء من المتراكم. طيب بالنسبه انك ما بتعرفش تحل، انا كانوا لما كنت ما بعرفش احل، يا اما كنت بشوف مستر عبد المعبود لاني كنت مشتركه معاه، يا اما لو انا ما قبل ما اشترك معاه كنت بشوف مستر على اليوتيوب اسمه احمد السجعي، بيحل بطرق مبسطه جدا، وحرفيا في منتهى الجمال. الجبال، انا خنفت لي، ما علينا. في منتهى الجمال. تمام. كده قلنا ازاي تحل وازاي تلم المتراكم، وقلنا ايه تاني يا بيت النور؟ وقلنا تذاكرها ازاي. طب مين احسن مدرسين اللي تسمعهم، وايه احسن الكتب اللي تستخدمهم في الفيزياء؟ احسن مدرسين اللي تسمعهم بالنسبه لي انا كنور عبد المعبود وكليس. بالنسبه لي محمد مجدي كان توب التوب، كنت بسمعه لغايه نص سنه، بس كنت بحسه بطيء قوي فما استحملتوش بصراحه، لاني بحب المدرس اللي هو حرك كده سريع شويه. ماشي. بالنسبه بقى تحل ايه، بالنسبه لي برضو كنور يكفي الامتحان ونيوتن وسام. انا ما بعتبرش بيه كتاب اصلا، ده كتاب متخلف عقليا، والكلام ده من المدرسين اقسم بالله. تمام. وبس كده كروتكم في الفيديو صح؟ ما علينا. لو استفدت بمعلومه قولها تحت في الكومنتات انت استفدت بايه. وانا حاسه اني مخنفه او عايزه اعطس، مش عارفه. بس كده تمام. ايه تاني يا نور؟ عايزه اوريكم حاجه. لاول مره في حياتي اتعامل كبلوجر او كيوتيوبر. اول موقف كان وانا في الجامعه، وبنات وقفوني وقالوا لي انهم عارفيني وكده، كنت محرجه جدا مش عارفه ليه. تاني موقف وهو ده، جالي جيفت. ماشي. استنوا لازم اوريه لكم. استنى، اصلا مش متعوده على الحاجات دي يعني، فاعذروني اعذروني. تمام نكمل. كنت ناويه بصراحه اوقف وامسك بس خلاص. اول حاجه في الجيفت ده، بس انا عشان بصور بالكاميرا الاماميه، مكتوب عليه كن باعثا للحياه لا عابثا فيها. ده مخطط بتاع الصلاه عشان تنتظم في الصلاه. تمام. وده مخطط يومي. حلو قوي، انا شايفه انه لطيف جدا، ويعني كله صفحه بدون حاجه اخر جمال. وانا اصلا من عشاق اي حاجه تخص الكتب. ماركو اهو، عشان الاضاءه بس. ومعاه بوك مارك. ما تجيبش الكتب بتاعته من الغالب، كنت انا حطيت كل الكلام ده لان انا مش كاتبه فضولي جدا. ده البوك مارك، شكلها لطيفه جدا من البوك، والخامه اقسم بالله جامده. خامه الورق حلوه جدا. تمام. استنى لسه في حاجات تانية. ستيكرز، فيها ستيكرز النجمه برضو حلوه جدا. ده العشق، انا بعشق اي حاجه فيها بند، ده العشق حرفيا. نفس الكلام بتاع ماركو، بس نجمه برضو معاه البوك مارك. وكان البوك حلوه، نفس دي. في تو دو ليست دي. دي تو دو ليست عاديه جدا. في حاجه واقفه ثانيه. ده كارت منها برضه مكتوب عليه نفس الحاجه. دي تو دو ليست، مش باينه الاضاءه ضربه بس اهي. بس كده مفيش حاجه تاني. بس انا ما بعرفش ان انا اتكلم عن الحاجات دي، او ما بعرفش اتكلم اصلا عن ان انا اعلن حاجه او اتكلم في حاجه، بس بجد دي من الطف الحاجات اللي جات لي. يعني برضه جالي ستيتش وجالي بوكيه فرشات، فدي من الطف الحاجات اللي جات لي. حلوين قوي كلهم، والخامه جميله. وانا هحط لكم اللينك بتاعها تحت، ومعلش لو طولت عليكم.